أصبح بإمكان عادل رمزي مدرب الوداد الاعتماد على المدافع الكونغولي أرسين زولا خلال المواعيد المقبلة عقب تعافيه كليا من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الفريق لما يقارب شهرا ونصف. وأصيب زولا في مطلع شهر أكتوبر الماضي في حصة تدريبية على مستوى الركبة، وغاب عن جميع المسابقات والمباريات الأخيرة لفريق الوداد الرياضي في البطولة الاحترافية والدوري الإفريقي، وخضع لبرنامج تأهيلي خاص، إذ ظل يتدرب بمفرده لفترة وخاض حصص من العلاج الطبيعي قبل أن يسمح له بالالتحاق بالتدريب الجماعية. وبات بإمكان اللاعب العودة لفريق الوداد الرياضي منذ المباراة المقبلة التي يستقبل فيها فريق الوداد الرياضي جوانين جالاكسي البوتسواني يوم السبت المقبل بمراكش في افتتاح دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ويبقى الأمر بيد المدرب رمزي الذي يعتمد في قلب الدفاع على الثنائي أمين أبو الفتح وجمال حركاس. وعاد الوداد الرياضي يوم الجمعة إلى أجواء التدريب بعد استفادة الوداد الرياضي ولاعبيه من 4 أيام راحة عقب العودة من جنوب إفريقيا، حيث خاض الفريق هناك إياب نهائي الدوري الإفريقي أمام ماميلودي ساندونز. منح مدرب الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر الضوء الأخضر لإدارة الفريق من أجل التعاقد مع ظهير أيسر جديد في ظل الأخبار المتداولة حول قرب رحيل الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول عن الفريق. وفي هذا الإطار كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون الذي تبثه القناة الرياضية المصرية أون سبور بأن إدارة الأهلي المصري ترغب في التعاقد مع الظهير الأيسر والدولي المغربي يحيى عطية الله. وأوضح ذات الإعلامي أن مدرب الأهلي أبدى موافقته على ضم الوداد عطية الله بعد اقتناعه بإمكانياته. وتابع الإعلامي المصري أن العائق الوحيد الذي قد يفشل صفقة التعاقد مع عطية الله تكمن في أن مكتب الوداد يغالي في ثمن بيع عقده. ينتظر فريق الوداد الرياضي وصول المهاجم الإيفواري فرانك بولي صاحب 29 عام إلى مدينة الدار البيضاء قصد خضوعه لاختبارات تقنية وبدنية في أفق التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي القادم. وأوضحت صحيفة الصباح في عددها لهذا اليوم أن مهاجم نادي بورتلاند الأمريكي سيحل بالمغرب بتوصية من أحد الوكلاء في أفق انضمام لصفوف الوداد الرياضي في حال التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين اللاعب وعادل رمزي ثم الرئيس سعيد الناصري، علما أن اللاعب أصبح حرا بعد نهاية عقده مع فريقه بورتلاند، وذلك مباشرة بعد نهاية الموسم في الدوري الأمريكي الشهر الماضي. ويمتلك فرانك بولي سيرة ذاتية غنية بالتجارب الاحترافية، آخرها كان في الدوري الأمريكي ورفقة نادي بورتلاند، حيث سجل رفقته 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة. وفي الموسم ما قبله كان يحمل قميص فرانك فاروزي البلغاري، حيث ظل رفقته 4 سنوات وكان من نجوم الفريق، كما سجل رفقته 42 هدف في جميع المسابقات. يستقبل فريق الجيش الملكي نظيره الوداد برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم عقب عودة عجلة الدوران للدوري الاحترافي بعد التوقف الدولي. ومن المنتظر أن يستقبل الفريق العسكري نظيره الوداد بملعب البلدي بمدينة القنيطرة عقب إغلاق المجمع الرياضي. وتتجه السلطات الأمنية لمنع تنقل جمهور الوداد إلى مدينة القنيطرة من أجل متابعة الكلاسيكو. وينتظر الجيش الملكي والوداد إعلان العصبة الاحترافية عن موعد إجراء هذه المقابلة، باعتبار أن الفريق الأحمر ملتزم بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وسيقص الفريق الأحمر شريط مشاركته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق جوانين جالاكسي البوتسواني يوم السبت 25 نوفمبر الحالي على أرضية ملعب مراكش الكبير لحساب أولى جولات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. يواجه المنتخب المغربي الثلاثاء المقبل 21 نوفمبر منتخب تنزانيا برسم التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. ويحضر المنتخب المغربي جيدا لهذه المباراة، خاصة بعد انسحاب منتخب إريتريا وإلغاء المباراة التي كانت ستجمع المنتخبين يوم الخميس 16 من هذا الشهر. وقال المحلل الرياضي إبراهيم السبيطري في تصريح
تصريح لموقع كيفاس بخصوص تأثير انسحاب إريتريا إيجابيا على الركراكي واللاعبين. إن انسحاب إريتريا في صالح المنتخب المغربي لكي يحضروا جيدا لمباراة تنزانيا، خصوصا أن منتخب تنزانيا سيلعب ضد النيجر، وبالتالي العامل البدني سيكون في صالح الأسود الذين استفادوا من فترة كبيرة من الراحة والتحضير ليذهبوا إلى تنزانيا قبل مواجهة المنتخب المضيف. وعن مواجهة تنزانيا قال: وليد الركراكي يعي جيدا أهمية مباراة تنزانيا، ويجب أن يفكر فيها أولا قبل التفكير في كأس إفريقيا. وأضاف: يجب أن نبدأ تصفية كأس العالم بقوة لكي نتفادى الدخول في الحسابات في الأوقات الأخيرة. وتابع: مباراة تنزانيا ليست سهلة، خصوصا أن آخر مباراة لعبها المنتخب المغربي في دار سلام انهزم فيها ب3-1. وختم بالقول: أتوقع أن المباراة سيغلب عليها الطابع البدني أكثر بحكم طريقة لعب المنتخب التنزاني، وأتوقع تشكيلة مثالية من وليد الركراكي، حيث أن وقت تدريب اللاعبين قد انتهى. أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن الدولي المغربي نايف أجرد لاعب ويست هام يونايتد سيكون قادر على المشاركة رفقة المنتخب المغربي أمام تنزانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وأوضحت الصحيفة مطلعة على الخبر استنادا إلى مصادرها بأن أجرد خضع لفحص طبي في ويست هام، وتم التأكيد على تعرضه لارتجاج في المخ. وأشارت ذات المصادر إلى أن أجرد سيكون قادر على المشاركة في مباراة المنتخب المغربي أمام فريق تنزانيا على الرغم من الإصابة، نظرا للبروتوكول الذي يغطي مثل هذه المواقف في الفيفا. ويختلف البروتوكول الذي يغطي الارتجاج ضمن قواعد الفيفا عن الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يطلب إيقاف اللاعب لمدة 12 يوم في البريمير ليج، إلا أن ذلك لا يتجاوز 7 أيام ضمن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن قرار مشاركة أجرد أمام تنزانيا سيبقى بأيدي وليد الركراكي. تصدر الإشارة إلى أن أجرد التحق بمعسكر المنتخب المغربي ورافق أسود الأطلس في رحلتهم إلى دار سلام تأهبا لمواجهة تنزانيا الثلاثاء القادم. انتعشت خزينة الوداد الرياضي بمداخيل مالية مهمة بفضل مشاركته في مسابقة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى، رغم فشله في التتويج باللقب أمام ماميلودي ساندونس. وحصل الوداد الرياضي على منحة مالية حددت قيمتها الإجمالية في 4 ملايير سنتيم كعائدات بعد وصوله إلى نهائي السوبر الإفريقي ومداخيل المباريات الثلاث التي لعبها بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، إضافة إلى منحة المستشهر. وكان ماميلودي ساندونس الجنوب إفريقي قد توج بلقب الدوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى بعد فوزها على الوداد الرياضي بنتيجة 2 دون رد في المباراة التي جمعتهما الأحد 12 نوفمبر، فيما أن المباراة الأولى بينهما بالدار البيضاء انتهت بفوز الوداد ب2 مقابل هدف.